بتصحى من النوم تعبان كانك ما نمتش، يوم جسمك كله بيوجعك، ويوم تاني صداع ماسكك مش سايبك، ويوم تالت بطنك منفوخه ومغصه، دماغك تسرح وتنسى وكلامك كله متلخبط ومحدش فاهم فيه ايه. تقول اعمل تحاليل اطمن، تطلع التحاليل كلها سليمه، في اللي يقول لك ده روماتويد، وفي اللي يقول لك ده غضروف، وفي اللي يقول لك ده مرض نفسي، وفي اللي يقول لك تلاقيك بتدلع واوهام. فجاه تلاقي نفسك تايه بين تعب حقيقي وبين اوراق بتقول ما فيكش حاجه. استنى واسمعني في ثواني، ويلا اعمل فيه لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. اللي بتحسه ده مش دلع ولا وهم، ده مرض واسمه متلازمه الالم العضلي الليفي او الفابروميالجيا. وده مش مرض عضوي، ده مشكله في كيمياء المخ والجهاز العصبي والحساسيه المركزيه، بتكبر اي اشاره صغيره الوجع اضعاف اضعاف. عشان كده الاعراض بتبان متنقله ومنتشره في الجسم كله، وبتيجي للستات اكتر من الرجاله. وخد بالك هي ما بتدلعش، ما تستهونش بالحاله لان تجاهلها بيدخلك في دوامه الم ملوش نهايه. ويلا بقى ركز في الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. الخلل في كيمياء المخ والاعصاب ده بيترجم اي اشاره صغيره لالم وجع شديد، بيظهر بقى في عظم ومفاصل وغضاريف حتى لو عملت اقل مجهود. ارهاق شديد طول اليوم، نوم مش مريح، ارق، تصحى تعبان اكتر ما نمت، دماغك مش صافيه، نسيان وتشويش وصداع متكرر وقولون عصبي وقلق واكتئاب. وكل يوم في الصيدليه بتسمع حالات بتفاصيل كتيره. لو انت شبههم اكتب لي في الكومنتات. ست كانت مقتنعه اللي عندها روماتويد، طلبنا تعمل تحاليل، التحاليل طلعت سليمه، وقتها بدانا نشك في الفايبروميالجيا. شاب عنده الم في ظهره وفي رجليه، كان فاكرها غضروف بس مفيش ضغط على اعصاب او تورم. مريض كان ماشي على الكورتيزون سنين من غير فايده عشان التشخيص كان غلط من البدايه. كل الحالات دي ما كانوش يعرفوا عندهم ايه، عملوا التحاليل وطلعت سليمه، واعتمدنا على نظام الاستبعاد عشان نوصل للتشخيص الصح. مش نقص فيتامين د، مش التهاب مزمن، مش غده درقيه، مش ذئبه حمراء، مش روماتويد لان التحاليل سليمه، مش غضروف لان مش ضغط على العصب، مش نفس لان الموضوع حقيقي ومثبت علميا. وصلنا لخطوه مهمه في التشخيص، 18 موضع الم. لو طلع 7 من 18 موضع الم كده وصلنا للنتيجه فايبروميالجيا. وقتها وجهناهم وسمعوا الكلام وخدوا من النصايح وماشيين في سكه العلاج والتعايش، ودلوقتي بقوا احسن. واللي يقول لك الفايبروميالجيا مالهاش علاج ده بيحبطك، هي ليها محاور علاج وتعايش وتحسن لازم تمشي عليها عشان تبقى احسن. ليها ادويه مساعده لتخفيف الالم وتظبيط كيمياء المخ واشارات الاعصاب. لو عايز تعرف الادويه اللي بتساعد في تحسين وتخفيف اعراض الفايبروميالجيا اكتب لي في الكومنتات فايبروميالجيا. وعلاجها في الاساس معتمد على تغيير نمط واسلوب حياتك. نام بدري من 7 ل 8 ساعات نوم متواصل مش متقطع، امشي نص ساعه يوميا بخطوات ثابته بدون مجهود شديد، كل اكل صحي، خضار وفاكهه وبروتين خفيف وسمك مشوي مليان اوميجا، ابعد عن الاكل اللي بيتعبك وغير اسلوب اكلك وخليه مفيد لجسمك. اشرب ميه طول اليوم حتى لو مش عطشان، ابعد عن القهوه، بالكثير فنجانين قهوه سكر خفيف، بلاش سهر لوقت متاخر وقلل القلق والتوتر وابعد عن الضغط النفسي. وفي تمارين علاج طبيعي تطبقها تساعد في التعايش مع الحاله. تمارين استرتش للعضلات تطبقها يوميا صباحا ومساء. تمرين اليوجا يهدي الاعصاب ويشيل التوتر. تمرين بايلاتس يقوي العضلات ويخفف الالم. وفي تمرين بريدج وتمرين كوبرا ابحث عنهم بالاسم وطبقهم. وفي تمرين التنفس العميق طبقه وكرره صباحا ومساء. جلسات تدليك وتمارين مخصصه لتخفيف التيبس وتحسين الدوره الدمويه. العلاج بالليزر البارد يقلل الالم والالتهاب من غير جراحه. وفي علاج الهيدروثيرابي السباحه والتمارين المائيه يقلل الحمل على المفاصل ويفك العضلات. وفي التردد الحراري لبعض الحالات تقليل اشارات الالم المبالغ فيها.